السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى نعمل مع بعض كده حاجة حلوة وسريعة. هنعمل مع بعض قرع العسل بالبشاميل. زي ما انتوا شايفين كده، ده كان معايا البشاميل. القرع العسل ده انا كنت مقطعه قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكنت مفرزاه لاني طبعا هي بتبقى كبيرة، فلو سبتها بره طبعا هتبوظ، فبقطعها قطع صغيرة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبحطها في اكياس وقت ما بحب ان انا استعمل او اعمله، فبطلع كيس كده وبعمله بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. طبعا انا طلعته دلوقتي يا دوب بس يفك حاجة بسيطة كده. هحطه دلوقتي معاكم على النار. جبت بقى كده هنا حلة، حطيتها على النار وهحط القرع العسل فيها. هضيف بقى كمان كوباية سكر. طبعا السكر بيبقى على حسب الرغبة، يعني زي ما انت عايزة سكر. هسيب بقى دلوقتي السكر كده والقرع يدوبوا كده مع بعض. هغطي عليهم دلوقتي لحد ما احس ان السكر داب. طبعا هتبقى على نار عالية وشوية كده، وهدي النار وارجع لكم كمان شوية. كده القرع بقى نزل المية بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. انا هصفي المية ديت، هاخد منها كوباية هستخدمها في البشاميل، وهسيب بقى القرع ده يستوي على نار هادية خالص. نهدي عليه يشرب بقى باقي المية اللي فيه ويستوي تماما، ما يبقاش فيه اي كتل خالص. دي بقى كده كوباية المية اللي كانت في القرع اللي انا صفيتها منه، دي اللي انا هستخدمها في البشاميل. هركنها بقى كده لحد ما اجي اعمل البشاميل. وهنا بقى معايا القرع الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبه بقى يتشرب باقي المية اللي فيه، هو خلاص كده يعتبر استوى، بس هسيبه يتشرب المية اللي فيه باقي حاجات بسيطة خالص، وبعد كده هطفي عليه. حطيت بقى هنا كده قطعة زبدة. هبدأ ان انا اعمل بشاميل. هحط عليهم معلقتين دقيق. حطيت كده بقى الدقيق، هبدأ ان انا اقلبهم كده لحد ما الدقيق يتشوح كده في الزبدة. كده بقى الدقيق اتحمص وغير لونه زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا انزل عليه باللبن. نزلت هنا كده بنص كوباية لبن، نص كيلو لبن معلش. وهبدأ بقى ان انا اقلب فيه كده على طول عشان ما يكتلش معايا، واللبن بيكون بارد ما يكونش سخن. هنزل كده بقى بالسكر، وكمان هحط المية بتاعت القرع اللي انا كنت مطلعاها من القرع. وهبدأ بقى ان انا اقلب لحد ما القوام بتاع البشاميل كده يتقل معايا. البشاميل بدأ ان هو يتقل معايا. هنزل عليه بقى بكيس الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة مفيش مشكلة. وطبعا لو احنا هنستخدم الكوبايه اللي هي بتاعت ميه القرع دي، طبعا هنقلل في السكر زي ما انا قللت. يعني انا حطيت نص كوبايه سكر بس. لو انت مش هتضيفي ميه قرع، لان احنا طبعا بنبقى ضايفين فيها سكر، هتضيفي السكر اللي انت عايزاه طبعا حسب الرغبه بقى اللي انت تحبيها. هبدا بقى ان انا هفضل مكمله مع البشاميل لحد ما يستوي، وبعدين هرجع لكم تاني. كده خلاص بقى البشاميل استوى ووصلت للقوام اللي انا عايزاه. طبعا اول ما بيبرد شويه بيتقل. كده بقى انا دهنت الصينيه زيت سمنه. عايزه تدهنيها زيت براحتك المتوفر عندك يعني. هنزل دلوقتي كده عليها بالقرع. ده كده شكلها بعد ما فرشت القرع، ورشيت كده شويه جوز الهند. لو عندك اي مكسرات تانية او اي حاجه انت عايزاها فبتضيفيها. دلوقتي بقى هحط البشاميل على القرع. انا كده بقى حطيت البشاميل وحطيت
كام حتة زبدة كده على الوش علشان تديها لون حلو كده. ولو ما عندكيش عادي ما تحطيش اي حاجة خالص، هيطلع لون جميل برضو معاكي. لان كوبايه القرع اللي احنا كوبايه الميه اللي هي بتاعه القرع اللي حطيناها في البشاميل هتديله لون حلو قوي، وكمان مدياله طعم جامد جدا. دلوقتي بقى هحطها في الفرن كده تاخد لون حلو قوي، وبعدين هوريها لكم. ده كده بقى شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شايفين الجمال بقى بتاعها؟ مفيش احلى من الحلاوه اللي انتوا شايفينها دي، مقولكوش على ريحتها جميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش كمان تحطوا لي كومنت حلو كده عشان يشجعني دايما ان انا اعمل لكم فيديوهات جديده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك. اشوفكم على خير. مع السلامه.